مرحبا بكم في برنامجكم الجديد الصنع شيء. اليوم احنا كنتواجدوا في مدينه الابتكار بمدينه اكادير. اللي ثار الانتباه ديالي وانا كنتواجد في هذه الشركه الفتيه الناشئه هو القدوم ديال الناس من مختلف مناطق وجهات المملكه، هازين معهم هذوك الحجيرات وكلهم امل وشغف انهم يكتشفوا الماهيه ديال هاد الاحجار، واش هي صخور نيزكيه ولا لا، خصوصا وان هذا المختبر هو الوحيد على المستوى الوطني اللي كيدير هذه الخبره هاد الصخور. بل اكثر من هذا، كيجيو ناس من خارج الوطن، من موريتانيا، من مالي، من الصومال، من غيرها من الدول الافريقيه، باش يكشفوا على هذه الصخور اللي لقاو عل وعسى انها تكون السبب في تغيير الاوضاع ديالهم من حال الى حال. السلامة. سليم منين جيتي؟ جيت من اكادير نيت. ودا أكادير مطبق. كانت واحد الحجره قديمه من وارده من في الدار، لا. وجينا نشوفوا ديالها وصافي مزيان. وغسبت مدينه الابتكار ودير لكم ديال كلشي. صح، أحسن حاجة عندك هنا. هي عندي محمد سينيس. ايوا شوف هذه ماشي تريزيتها من التيران، لقيتها في الدار. يا كذا في الدار. وعندك غير هذه ولا عندكم كبيرة؟ عندنا شي حاجه اخرين بحالهم. هذا غير الشونتيو منها. الشونتيو من هي. ما عرفتيش منين جابها؟ لا أصل ديالها فين تلقات؟ لا تفروت. لقاوها في تفروت. سيدي لقاوها في تفروت هي معنوه تفروت هنا. تفروت. مزيان، نشوفوا ياك. هي مرحبا استاذ. من القيم والحجراني تشوف. هاد الشركه كتمكن الناس يشوفوا الحجر اللي عندهم، لقاوه ولا ورثوه، يشوفوه واش حجر نيزكي ولا ديامون ولا عادي، وخلات الناس يمشيو من كاع المدن يقلبوا ويجمعوا الحجر اللي كيطيح من السماء من نيازك وكويكبات وغيرها. ماشي نيزك. ماشي نيزك. علاش بزاف د الحوايج كيبينوا ماشي نيزك. اول حاجه كاين هاد البلاورات تعرفهم. هذا هي البلاوريه. هذا عرفتي سميتو؟ كوارتز. كوارتز هذا موجود في الارض وما كيتشوفش في السماء. اذا كاين هو هذا اللي كتلقاه ابيض. الحاجه الثانيه كاينه هاد كنسميوه لي ميكا. شتي هاد البلاورات هكا كنديروا هكا تيخليونا بحال دي بايات. شتي هما بحال هذا كتسمى دي ميكا. فيه بزاف انواع. كاين ثلاث انواع ديال الحجر. كاين رسوبي، انصهاري، تحولي ما كاينش الفوق، كنلقاوش حجر تحولي. اذا ثلاثه حوايج كيدلوا بان هذا حجر 100% ارضي. جزء المختبر باش نشوف واش نيزك ماشي نيزك. ساعة ما في الاستاذ التحليل ديالو ما لقاش ماشي نيزك، لقى حجر عادي ارضي سطحي. قال لي انها سطحيه تكون مع المناخ وهذيك تتحول البلاورات مع المده. وصافي جاني الشك ديالها في الاول كزرعنا ديكور في الدار وجاني الشك ديالها وصافي شكيت فيها وصافي. عندي صحابي كانوا شحال اللي كيقلبوا ديما تيقولوا لي ما هادشي ما يدخلش الراس. لو يمشيو كيقلبوا في الصحراء كيقلبوا في هذه المهم كيمشيو للطاطا جزء وجزات الصحراء طنطان. المهم الصحراء كيمشيو تيدوروا هما تيقلبوا شحال هذه ما. مرحبا لاله. مرحبا. شي حجره بغيتي تقصيها؟ هي فين لقيتوها انت؟ ولقيتها في الصحراء. شنو المنطقه؟ منطقة سعد المولد، جماعة الشاطئ الأبيض. هكذاك واخا تشوفوها. هاد الحجيرات غيرت حياة عدة أسر. لقاو حجيرات نيزكية نادرة باعوها بالملايين. عدد كبير من الناس ولاو اليوم ضايعين في الصحراء تيقلبوا على النيازك الطايحة، وكل واحد كيجيب الحجرة ديالو كيعلق عليها آمال عريضة وكيتسنى الدكتور اشنو غيقول ليه، واش حجرة عادية ولا حجرة الحياة والسعادة والاغتناء. بارك الله عليك. هذا نيزك، فعلا نيزك من النوع الكوندريت العادي. ياك كوندريت العادي من نوع ال كيشد فيه شويه العيار. النوع 4 اللي يعني فيه بزاف ديال الكوندرات ماشي قديم بزاف. انا كتبت لك الاسم ديالو هنا. الاسم ديالو هنا. ها الاسم ديال النيزك. واش عندك غير هاد العينه ولا عندك عينه كبيره؟ لا، هذه القطعة الكبيرة اللي حيتها من عندك قطعه كبيره. مزيان ديال العينه اللي هي مهمه. هي اللي باش هرشت منها. اييه
حيت هذا جزء من هنا ياك. إيه. فعلا كنتاكدوا من هذه العينه الكبيره انها نيزك حقيقي، اللي كتشوفي هنا داك القشره الانصهار اللي هي سوداء ورقيقه. كتشوفي هنا الشقوق اللي كنا تكلمنا عليها شحال هذه، هاد الشقوق اللي كتميز القشره، وكاين حتى الكوندرات هذوك اللي العلامات اللي شفت مع العلامات. الضوء. تبارك الله عليك. الامانه ديالك تبارك الله عليك. اذا اليوم كنشوفوا انه حصلنا على عينه نيزكيه حقيقيه. جابوها هاد النساء اللي من منطقه قلميم، فالعينه من النوع كوندريت العادي. اليوم الحمد لله العينه اللي جابوه فهي في الصميم. اللي عجبني في هذه الشركه الناشئه انها استطاعت انها تمزج بين البحث العلمي وبين الابتكار والمقاوله. فإذا كانوا عندنا بحال هذه الافكار في الجامعه المغربيه، خصوصا ان المسؤولين على هذه الشركه هم اساتذه جامعيين وهم باحثون، الا قدرنا في جميع التخصصات اننا نخرجوا بحال هذه الاشكال ديال هذه المنتوجات اللي نابعه من المختبر ونابعه من البحث العلمي، فاكيد غادي نكونوا حققنا الهدف الاسمى ديال انفتاح الجامعه على سوق الشغل، وايضا عاوننا الطلبه انهم يكتشفوا ذواتهم في التشغيل وفي مجال ديال المقاوله. اذا صنع باكادير في المغرب.